عمري ما كنت فاكرة ان في حاجات ممكن تحصل وانتي لابسة هدومك وموجودة وسط الناس. بس اللي ورايا كان ليه رأي تاني خالص. انا اسمي نورة، عندي 25 سنة، معايا بكالوريوس تجارة، بشتغل في محل ملابس كبير. حصل معايا موقف اول مرة في حياتي اتعرض له بصراحة. انا كنت بسمع عن المواقف دي كتير قوي، وكنت بستغرب قوي لما حد بيحكيها، بس أول مرة يحصل لي أنا الموقف ده. في اليوم ده كنت راجعة من الشغل، وكانت الساعة تقريبا 8 بالليل. أنا لما برجع من الشغل بركب مواصلتين عبال ما بوصل البيت. المهم، ركبت أول مواصلة ونزلت علشان أركب المواصلة التانية. المواصلة التانية دي كانت ميكروباص، وكنت بقعد فيه يعني حوالي نص ساعة. المهم ركبت في الكرسي، والكرسي ده مش بياخد غير نفرين بس، وقعدت جنب الشباك. وشوية لقيت في شاب طالع، يعني كان حوالي عنده 30 سنة أو 32 سنة. لقيته جه وراح قعد جنبي، وساعتها السواق كان بيحمل، فكان قايد النور بتاع الميكروباص. بس أول ما خلص تحميل والناس كلها ركبت في الميكروباص والميكروباص اتملى، راح طفي النور. انا دايما من عوايدي يعني متعودة ان انا لما بكون راجعة من الشغل بحط السماعة على ودني وبطلع التليفون، يعني بسمع اغاني اهي تسليني في الطريق. بعد 5 دقايق بالظبط حسيت ان في حاجة بتلمسني. ببص كده، طبعا ملقتش حاجة اني انا مش شايفة، بس حسيت ان رجله جات جنب رجلي قوي، وفضل يحرك رجله على رجلي حوالي 5 دقايق. وانا كل ده مفكرة ان انا بتهيألي، يعني مش قادرة اخد رد فعل، لا يكون انا مش واخدة بالي او يكون دي حاجة تانية. فما كنتش متأكدة قوي بصراحة، فقلت يمكن الكرسي ضيق وهو مش عارف يقعد كويس. فرحت ضميت رجليا الاتنين قوي على بعض، بحيث يعني لو هو مثلا مش عارف يقعد فيقعد براحته، ويكون يعني عشان الكرسي ضيق وكده. فيعني لمسني من غير قصده، فبعدت رجلي جامد عنه. بس بعد شوية لقيت برضو رجله قربت مني قوي، وكمان بدأ يتاخر عليا اكتر. انا اتسمرت مكاني، مبقتش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي. درجة ما كانش فيه مكان بيني وبينه فاضي خالص، هو كان قاعد جنبي جدا وقرب مني قوي. بس انا في الاخر رحت زعقتله وقلتله ابعد رجلك شوية عني، انا مش عارفة اقعد. بعدين الكنبة اللي ورا هي خلاص فضيت، انت ممكن ترجع ورا وتقعد عشان انا مش مرتاحة وانت قاعد جنبي. فراح قال لي وانا ما اقدرش ان انا اضايقك او ازعلك، خلاص مفيش مشكلة. وفعلا راح قام ورجع قاعد ورا، بس قعد ورايا بالظبط. انا كنت قاعدة في الكرسي جنب الشباك، وهو جه قعد ورايا برضو جنب الشباك. قعدت بقى قلت الحمد لله خلاص قام من جنبي، قعدت بقى براحتي، كنت قاعدة لوحدي ساعتها في الكرسي. شوية حسيت ان ايده بتلمس جسمي، يعني من بين الكراسي كده دخل ايده ولقيتها على جسمي. انا طبعا ساعتها اتفاجئت قوي برد الفعل ده، قلت هو ازاي عمل كده. بعدين بصيت عشان اتأكد اكتر، واللي خلاني اتأكد ان هو عمل كده فعلا ان انا ساعتها كنت لابسة لبس خفيف. فقلت لا بقى، ده هو اكيد كده قاصد، هو لما كان قاعد جنبي ممكن يكون المكان ضيق فكان لمسني غصب عنه، لكن دلوقتي هو قاعد ورايا، ايه اللي خلاه يحط ايده على جسمي؟ بس ساعتها زعقتله جامد قوي وقلتله هو في ايه، هو انت ليه بتلمسني؟ انت ليه حاطط ايدك عليا؟ على اساس يعني ان في حد من الركاب يهتم بالموضوع او يبصلي او يتكلم او يزعقوله او السواق يعمل اي رد فعل. لكن للأسف ما كانش في رد فعل خالص من اي حد، كأني ما اتكلمتش، كأني ما عملتش اي حاجة. وهنا تكون نهاية قصتنا. كنت عايزة اعرف رأيكم في رد الفعل اللي انا عملته لما زعقت بصوت عالي. لو التصرف ده كان صح اعمل لايك، واللي عنده اي نصيحة للبنات اللي بتتعرض للتحرش يكتب في التعليقات. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولمزيد من القصص
اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.